عسلامة ومرحبا بكم وإن شاء الله تكونوا بخير يا رب. كان أول مرة تشوفوني ولا كان أول مرة تزوروا قناتي، فضلا وليس أمرا بالطبيعة تشتركوا في القناة بالضغط على زر سابوني باش كنهبط أي فيديو جديد تجيكم نوتيفيكاسيون وتتبعوا الفيديو متاعي وتشوفوا الرصيدات متاعي. اليوم إن شاء الله باش نحضر معاكم الشامية البنينة. شكون ما يحبش الشامية؟ اليوم باش نحضروها بطريقة سهلة بمكونات متاعنا موجودة في كل دار. وهنا انا اللي ما يعرفنيش وما يعرفش القناه نتاعي ولا مازال جديد معايا، راني ما نستعمل الشكل كما نقولوا احنا جيلك جيلاتين في الجاتو، المواد الحافظه، بحكم احنا نشرو كل شيء من الشارع وهذاك الكل نلقوه في الحليب في اي حاجه نشروها في الياغورت في كل شيء موجود. احنا كي باش نعملوا حاجه تيري في الدار ماذا بينا نقصوا الماكس من الحاجات هذوكم، مثلا كيما الشاميه يعملوها بالملون اما يزيدوها الملون الابيض، ولا كما تشوفوا فما شاميه خضراء فما شاميه حمراء، الوان الكل معناها يزيدوا الملون. انا نفيتي اني نحط الملون، كيما زاده يحطوا فيها نكهه الشاميه. هنا اللي تحب تحط نكهه الشاميه تحط، لان تجي فيها مطعم الشاميه كيما كاين تكتب الشاميه نتاع الشارع. انا هنا بحكم حاجه ديري اللي هي انا صغيراتي نحط فيها لا ملون ولا نحط فيها لا نكهه الشاميه ولا نحط فيها لا روح اللوز لا هذا شيء. ثلاثه مكونات بركه نحضروا الشاميه نتاعنا. عندنا مكون الجليكوز اللي هو يعطينا اللقه ويعطينا اكل تعليكه في الشاميه ما نجموش نستغنوا عليه. انما نجموا نعطيكم مكون اخر تعوضوا به الجلوكوز. تبعوا معايا الفيديو تو نشوفوا شنو هو المكون اللي باش نعوضوا به الجلوكوز. بالنسبه للشاميه راهي بنينه برشا ويشوفوا عليها الصغار وتعرفوا منافع الجلجلين. بالنسبه للشاميه راهي اللي يبيعوا فيها في الشارع راهم يزيدوا فيها في النشا، معناها هما ما يساعدهمش يعملوا برشا جلجلين، معناها يولوا يرزنوها بالسكر محور ويرزنوها بالنشا. وهذيك هي الخدمه معناها في تونس وخدمه الاكثريه معناها ديما يحبوا يعملوا الحاجه على السوم، معناها ديما هاوكا يزيدوا في النشا ويزيدوا في مواد اخرى. اما كي تعملوا الشاميه تعرفوا شنو حطيتوا فيها، تعملوا شاميه ديالي بنينه برشا تودوا بها رواحكم وتودوا بها صغيراتكم. تبعوا معايا الفيديو وديما نقول لكم تبعوا معايا الفيديو من الاول للاخر، خاطر فما استيس وفما نصائح انا نقولها وقت نبدا نخدم في الحاجه كي يجي وقتها اني نقولها. معناها تتبعوا الفيديو من الاول للاخر. تنجم انت تشوف الفيديو من الاول وتخرج، تنجم ما كملتش شفت مراحل اخرى اللي هي ما تخليكش تنجح لك الروسيت نتاعك. ما نحكيش على روسيت الشاميه، اما نحكي لكم روسيت اي روسيت بصفه عامه. مثلا تطلب مني واحده تقول لي اعطيني روسيت، انا نهبط روسيت نتاعي مثلا في الجروب نتاعي. على ذكر الجروب نتاعي مرحبا بكم في الجروب نتاعي كويزين عيادي، نحط لكم الرابط نتاعو تحت الفيديو نتاع الشاميه. وكان اي وحده عندها تساؤل ولا عندها روسيت تحبها ولا مرحبا بها تجيني للجروب نتاعي وتسالني مرحبا بالاسئله نتاعكم. نرجع لحكايه الروسيت، مثلا تقول لي اعطيني روسيت مكتوبه، انا نعطيك روسيت مكتوبه وانت ما تشوفش الطريقه بالضبط كيفاش. مثلا عجينه الصابلي اللي احنا عمرنا ما نعجنوا عجينه الصابلي وبعد تقول بها عجينه الصابلي جاتني مشققه وجاتني يابسه، معناها الروسيت مش ناجحه ولا الروسيت مش صحيحه. لا، طريقه الخدمه نتاعك غلط. علاش انا نقول لكم تبعوا معايا الفيديو ونحبكم ديما تشوفوا الفيديو؟ علاش الفيديو يوريكم الطريقه الصحيحه، وتتبعوا الفيديو باذن الله تنجح معاكم الوصفه. لان عجينه الصابلي ولا عجينه البسكوي ولا عجينه ليتارت ولا عجينه اللوز عندنا برشا عجينات راهم ما يتعجنوش. لمدوهم ديما نقول لكم لمدوهم هكا بطراف اسواب، على خاطر كان نعجنوها تخرج الزيت نتاعها وبعد تجينا مشققه وتجينا يابسه. هذه حاجه. حاجه اخرى راني باذن الله نعطيكم روسيت ناجحه 100%، وديما نودكم حاجه كيما نود به انا روحي نودكم بها من الروح للروح. باذن الله ما نبخلش عليكم في حتى معلومه، وان شاء الله انتظروا مني برشا 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 روسيتات ناجحين باذن الله. واي واحده تحب اي روسيت تحب اي حاجه ونجم اني نعاونها راني والله ما نبخل عليها. تكتب لي في الكومنتات، تكتب لي في الكويزين عيادي، ولا تجيني بريفي فيسبوك سميرة عيادي. ومرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني وشجعوني بالجامات والكومنتات نتاعكم، وان شاء الله ما تروا مني كان الخير باذن الله. يلا نشوفوا مع بعضنا طريقه تحضير الشاميه نتاعنا. ومرحبا بكم من جديد وان شاء الله نكون ما طولتش عليكم. وانا اول حاجه مش نحضرها، مش ناخو الجلجلين ونحط مقله
ونعرج الجلجلان نتاعي، معناها نسخنه دوب ما نسخنه. هنا كي تمشوا تشتروا الجلجلان ساعات يقول لكم راهو الجلجلان نتاعكم مقلي معرج، معناها هنا ما يسالش، حتى كان الجلجلان نتاعك مقلي ما يسالش سخنيه. راهي هيك التسخينه هذيك اولا تنحينا الندى والرطوبه اللي في الجلجلان، وثانيا كي نرحوه في ساع يقرلنا الزيت نتاعو. هنا رانا جيست مش نسخنوه تسخين، معناها المقله السخونه نحطوه نحركوه هكا، نبقوا نحركوا فيه راهو الجلجلان ما فيش يروح، وهكا كي يتحرق لنا ويجينا بالعكس ويولي يعطينا المراره في الشاميه نتاعنا. هنا ديريكت بعد ما كملت عرجت جلجلان وهو سخون نحطه في المكسر، وهنا المكسر لازم يكون اللامة متاعها جويد برشا باش يرحينا الجلجلان ونبقوا نرحو فيه. وهنا ريتو هو سخون ديريكت نرحوه راهو يعاوننا برشا انه في ساعة يقر الزيت نتاعو. نهبط ديما هكا لجناب ونبقى نرحي لين نتحصل على عجينة في المرحلة الأولانية هكا تولي عجينة كيكة. توا مش نزيد لها الزيت، وهنا مش نزيد زيت القطانية، راهو نزيد بشوية ونرحي. وهنا الزيت راهو يعاونها يعاوننا باش الجلجلان يقر الزيت متاعو. ما زلت ناقصة شوية هنا، مش نزيدها الزيت ونعاود نزيد نرحيها مرة أخرى هاوكا. ديما عيننا ميزان في الزيت. وهذا القوام الحاجتنا به لازم يكون عجينة سايلة الجلجلان كيما هكا. وهذه طحينة الجلجلان نفرغوها في الإناء اللي حاجتنا به. وهذوما المكونات نتاعنا. الجلجلان اللي رحيته معاكم هنا تنجموا تستعملوا جلجل الابيض تجيكم بيضة اكثر. وهنا حليب بودرة، وبالنسبة للحليب بودرة ساعات تلقوا نوعية تكون حرشة تحطها بين صوابعك تحسها حبيبات. هنا تعاودوا ترحوا باش يجيكم رطب، وبعد في الشامية نتاعكم ما تجيكمش كل تحسوه كتقرميشة معناها كل قزة ولا كيفاش. وهذا السكر محور نتاعنا لازم يكون سكر محور، وديما نفس الكيلة. وهذه مغرفة الجليكوز اللي قلت لكم عليها. وهنا بالنسبة للجليكوز راهو يعطينا اللقة ويعطينا هكا التعليكة اللي في الشامية. هنا نعوضوها بمغرفة عسل، مغرفة عسل حر يعوض لنا الجليكوز نتاعنا. وكما قلت لكم اللي تحب تحط نكهة الشامية تحط، اللي تحب تحط نكهة اللوز تحط، اما انا قلت لكم المستحسن ديما نستعملوا المكونات الطبيعية الموجودة عنا. هذوما المكونات نتاعنا، وديما نفس الكيلة، ديما نفس الكيس نفس الكيلة. تحب كيلة ما اكبر اعمل نفس الكيلة، تحب كيلة ما اصغر ديما تعمل نفس الكيلة. ناخذ تو الاناء نتاعنا ومش نحطوا المكونات الكل مع بعضها. اول حاجة مش نغربل السكر محور، لازم هنا نغربله ساعات تلقوه فيه اكعابر هاكا غربلناه. نزيدو نغربلو الحليب. وبالنسبة للحليب هنا راهو الحليب اللي وين يبيعوا مستلزمات الحلويات، كي تمشوا عنده الحليب يبيعوا بالمية جرام وبال50 جرام كيما تحب انت. خود قد ما تحب قولوا الحليب بودرة تو يعطيك. وغادي زاد يبيعوا الجليكوز راهو فما سطل برطلو 500 جرام وفما بو كيلو. انت واش تحبي زاد. راهو الجليكوز نستعملوه برشا في شهور البقلاوه، نستعملوه في البجويه، نستعملوه في هنا في الشامية متاعنا. راهو يعطينا لقة ويعطينا التعليكة بنينة برشا. مش نضيف هنا مغرفة الجليكوز اللي قلت لكم تنجموا تعوضوها بمغرفة عسل حر ونخلطهم بالباهي. هنا عجينة الشامية عكس العجين الأخرى كيما قلت لكم، عكس عجينة الصابلي وعكس عجينة البسكوي واللي تارت وعجينة اللوز. هنا نعجنوها بالباهي. بالباهي معناها نبدو ننزلوا عليها هنا نحبوها تخرج الزيت متاعها باش تعاوننا في اللمة. شفتوا كيفاش ولت طرية معايا. يدخلوا المكونات الكل في بعضهم بالباهي. وهذه القوام تاع العجينه متاعنا. هنا
انا حبيت نزيدها شويه فستق مهروش باش تعطينا اكد قرميشه من داخل ويعطينا اللون المزيان. كما تعرفوا الفستق هنا ديما عندكم الفستق زاده البلدي، تمشوا تشروا وقول لهم الفستق البلدي تكون كعبه خضراء على الفيولي، هذاك اللون المزيان راهو اللي يجينا في الحلو. هنا ناخذ اي قالب ولا صفحه اي حاجه تحبوا عليها، تحطوا فيها بابي كويسون ولا ساشي غذائي وتحطوا فيه شويه فاكهه لوز زوزه اللي تحبوا انتوما. كما قلت لكم انا عشقي الفستق باش يعطيني ديما اللون المزيان راهو. وهنا ان نحط الشاميه ونصبطها بالباهي. شنو نصبطها معناها؟ ننزل عليها بالباهي بالباهي هنا باش بعد كي تقعد وتبرد تجيني فرد قالب واحد. شوفوا الشاميه كيفاش طرات معايا وجا اللي قرت الزيت نتاعها خاطر خدمتها بالباهي. بالباهي نستويها بالباهي من الجناب ونخليها هنا تبرد على الأقل 4-5 سوايع. أما من المستحسن أنكم تبيتوها ومن غدوة تاكلوا الشامية متاعكم وتشوفوا الفرق بين أنكم تاكلوها في النهار وتبيتوها وتاكلوها من غدوة. نغطيها ونحطها في الثلاجة وبعد توا نرجعوا نشوفوها مع بعض. وهذه الشامية متاعنا انا خليتها نهار كامل ومن غدوة خرجتها مش نقصها معاكم. وديما نعطيكم نصيحة سواء في الجاتو ولا شامية ولا بسكوي صبلي اي حاجة، الحاجة قد ما تبيتوها وتخليها قد ما تعطيكم هاك النكهة البنينة. مثلا ذوقوا الشامية وانتم تخدموا فيها تلقوها حلوة برشا، وذوقوها من غدوة تعطيكم الحلاوة عادية وتعطيكم بنة خير من نهار الاولاني. راه خذوها نصيحة مني ديما الحاجة بيتوها. وهذه الشامية متاعنا شوفوا ما شاء الله كيفاش جاتنا فرد قالب ارتاحت بالباهي. باش نقصها وتشوفوها بسم الله وما شاء الله. ما تتكلفش في ساعة تحضر وحاجة والأهم حاجة دياري ونظيفة ونعرف كي ناكل الشامية متاعي نعرف شنو حطيت فيه. وهذه الشامية متاعنا كيما تشوفوا ما شاء الله. ما نحكي لكمش على الريحة متاعها ومتاع الجلجلين والله حتى الصغار شيخوا عليها. شوفوا ما شاء الله. هنا اللي تحب راي تحط نكهة الشامية تحط، كيما قلت لكم حرية الاختيار تولي تجيكم معناها كيما الشامية متاع الشارع كان انتي مش تبيعي ولا مش تخدمي بها. شوفوا ما شاء الله. وهذا يا فيديونا لليوم ووصفتنا لليوم. ان شاء الله تكون الطريقة مفهومة وان شاء الله تكون فدتكم بحاجة. وشجعوني بالجمات والكومنتات نتاعكم وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.